مشاهدينا الكرام، حتى بيوت الله لم تسلم من هذه العصابات. هذا الجامع الذي تم استهدافه من قبل هذه الميليشيات، ميليشيات الفرقة وميليشيات حزب الإصلاح، الحزب الإسلامي الذي ينادي بالإسلام وينادي وينادي وينادي. ومن هذا الكلام الكثير الذي نسمعه عن حزب الإصلاح، ها هو حزب الإصلاح يقصف بيوت الله مثل جامع الخليل، هذا الجامع الذي يقع بالقرب من جولة كنتاكي. مشاهدينا الكرام، ها نحن الآن في شارع بغداد، بمقدمة شارع بغداد باتجاه شارع هايل. مشاهدينا الكرام، لا نستطيع أن ندخل بالكاميرا إلى داخل شارع هايل لأنه عصابات الفرقة وعصابات الأخوان المسلمين لن يسمحوا لنا بأن نخرج حقيقتهم. لذلك مشاهدينا الكرام، سأحاول أنا أن أدخل إلى داخل شارع هائل وأقوم بالتصوير بجهاز الموبايل. ومشاهدينا الكرام، يعني يبدو، أتمنى أن لا تكون هذه الكلمات هي آخر كلمات لي عبر شاشة قناة صبا الفضائية، لأني سأدخل الآن إلى شارع هائل، التوركسي، عصابات الفرقة وعصابات الإخوان المسلمين. لذلك أنا الآن سأتقدم إلى الداخل وإن شاء الله سأعود لكم ظلمت البدر والنجم البعيد من تكدر خصلها شم الجبال يا ثرى فوق السماء لك خوافقنا حما. مشاهدينا الكرام، ها نحن نرى الآن المحلات التجارية وهي مقفلة تماما بسبب ما تفتعله عصابات الفرقة وعصابات حزب الإصلاح الإخوان المسلمين، ما تفتعله من أحداث هنا. هذا هو شارع هائل، الشارع التجاري الهام. الكرام، ها نحن الآن نقترب من متارس هذه ميليشيات الفرقة وميليشيات حزب الإصلاح الإخوان المسلمين. هذه هي متارسهم، وهذه هي سلميتهم، هذه السلمية التي يتحدثون عنها. نحن مشاهدينا الكرام نمر الآن بجانب متارس عصابات الفرقة، وأيضا نرى جي يمين عشان يشوفوا مدرعات. مشاهدينا الكرام، هي مدرعات الفرقة أولى مدرع بجانب في المداخل الحارات، في إرعابا للمواطنين وإرعابا للآمنين. نحن نلاحظهم الآن وستشاهدون متارسهم، متارس عملاقة، متارس يعني أنا لا أدري هل هذا الذي أراه هو مترس أم إنه سور. مشاهدينا الكرام، ها نحن الآن نرى سلمية عصابات الفرقة الأولى مدرع وعصابات حزب الإصلاح. هذه سلميتهم بإرعاب الآمنين وإرعاب المواطنين العزل الذي ليس لهم لا حول ولا قوة، وذنبهم الوحيد هو أنهم يريدوا أن يأكلوا لقمة عيش في هذه البلد. ولكن عصابات الفرقة وعصابات الإخوان المسلمين من حزب الإصلاح لم تسمح لهم بأن يأكلوا عيش في هذه البلد. الآن في جولة شارع الشيب العاصمة، ونرى آثار الدمار الواضحة للمحلات التجارية التي تم إحراقها ونهبها من قبل ميليشيات الفرقة، ميليشيات حزب الإصلاح الإخوان المسلمين. الكرام، ها نحن الآن في شارع هايل في العاصمة صنعاء، نلتقي بالمواطنين الذين يعيشون هنا في شارع هايل والمتضررين من عصابات الفرقة وعصابات حزب الإصلاح. كيف تواجهون عصابات الفرقة وعصابات حزب الإصلاح هنا في شارع هايل؟ أنت أحد أصحاب المحلات التجارية صح؟ أيوه. هل يمكن تحدثني كيف يحصل معكم بالضبط؟ إيش الحاصل؟ أدخلني في المشهد. والله ما اعترينا المبلغ. أيوه. الآن الله رصاص وضيعوا علينا الأسواق، وهذا سوق تجاري المفروض إنه محمي المعتصمين ما يجيش في شوارع تجارية. هذه هي سلميتهم. هم يقولوا سلمية بس ما يقولوش المتحف التجارية. المفروض غرب عشوائي تسجيلات، حاجة مواطنين معورين كل شيء، يقولوا هي سلمية. هذه السلمية ويريدون الوصول إلى السلطة بهذه الطريقة. لا نعلم كيف هذه السلمية. طيب ماذا عنك أخي الشمس؟
ماذا عنك أخي؟ كيف تواجهون عصابات الفرقة وعصابات حزب الإصلاح؟ والله في رعب في قلق يعني. القصف كله على المنشآت على العماير يعني. حتى لما واحد يروح يشوف المدارس حقهم سليمة ما فيش عليها أي قصف. القصف كله على المباني على البيوت على العماير كذا قصف عشوائي. وما تقولون في ما تروج له قناة الفتنة سهيل بأن قوات الشرعية الدستورية هي من تقصف المواطنين؟ والله ما في أي قصف من عند الحرس ولا من عند الأمن المركزي. إنه كله قصف من عند الشرق مطعم الوسيط هذا اللي مترسم فيها الفرقة. كل القصف من هناك. حتى لو في قصف من عند الأمن ما بيوصلش لهنا من العماير ومن التغطية ما بيوصلش لهنا. لكن كل القصف من الفرقة وشيء واضح. ما زلنا نلتقي عبر قناة كل الوطن قناة الصبا الفضائية نلتقي بالمواطنين هنا بشارع هائل بالعاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها الآن عصابات الفرقة وعصابات حزب الإصلاح والإخوان المسلمين. السلام عليكم أخي العزيز، هل بكون أن تحدثني وتحدث المشاهد الكريم عما يحصل معكم هنا بالضبط في شارع هائل؟ والله شارع هائل الضرب من جهة الفرقة دائما بشكل متواصل. المباني ولا الحارات بشكل ليل ونهار. من تحمل المسؤولية؟ والله نحمل المسؤولية علي محسن وعلي الأحمر بشكل متواصل. اللي دائما الضرب وتخويف الأطفال وتخويف النساء يعني بالحرب المتواصل. من تناشدوا في هذه؟ رئيس الجمهورية ودول العالم على أن بإزالة هذا الشبهة المفاصلة في اليمن. يا أخي غلقوا علينا المحلات، غلقنا كل شيء، لوحنا البيت. ضرب واصل في الشوارع، يخرج واحد في علوم يقذف، خرج جاهل بيلقط له دبي وقعد من هنا. المنطقة هذه حقهم. ينزلوا الجامعة يحموهم يجوز عندنا. هذا سوق تجاري. ايش دخلتهم انا في مظاهرات؟ ايش دخلتهم في قطع الخط والمكارث في الحواري وحقهم المدرعات يدخلون الحواري. مشاهدينا الكرام، نلتقي الآن مع اللجان الشعبية التي تحرس المنشآت هنا في شارع الزبيري وفي شارع هائل. شيخ حدثني وحدث المشاهد الكريم عن عملكم هنا يعني بالضبط، ايش اللي تقوموا به بالضبط؟ والله احنا بنقوم بواجب وطني حيال الدفاع عن المنشآت وعن الحقوق الخاصة والعامة، لأنه حصل سلب ونهب من قبل عصابات الإصلاح وميليشيات علي محسن الذين قاموا بالنهب في شارع هائل وفي الشوارع الأخرى للمراكز التجارية وللمراكز الذهب وعدة منشآت. فإحنا جينا كمتطوعين لحماية المنشآت الحكومية وحماية المؤسسات التجارية وحماية حقوق الشعب وحقوق المواطنين. فنحن لن نسمح لأي شخص كان أن يعتدي على أملاك الشعب أو أملاك المواطنين. فهذه لا تليق بنا ولا تليق بالشعب اليمني. فهؤلاء هم قد حللوا وأباحوا دم المسلمين وأباحوا حقوق المسلمين وأباحوا الحقوق العامة وأباحوا المنشآت وأباحوا كل شيء. فنحن نقول لهم لا، الشعب أمامكم وسوف يوقف أمامكم بدون سلاح. احنا هنا لجان شعبية بدون سلاح، وإنما سوف ندافع، وإذا اضطرينا للسلاح سوف نحضر سلاحنا وسوف ندافع على منشآتنا وعلى حقوقنا. ومن حق كل مواطن أن يدافع على نفسه. مشاهدينا الكرام، ها أنا قد عدت الآن من شارع هائل بالعاصمة صنعاء، والذي حاولت أن أنقل لكم صورة لما يجري في هذا الشارع من تدمير وإحراق الممتلكات، وأيضا حاولنا أن نوصل للمشاهد الكريم كلمات المواطنين وصوت المواطنين الساكنين في شارع هائل لنوضح للعالم عبر شاشة قناة كل الوطن قناة الصبا الفضائية أعمال الفرقة أولى مدرع وجرائمهم التي يرتكبوها بحق الوطن وبحق المواطن. لقناة الصبا الفضائية يحيى الحبابي من أمام شارع هائل بالعاصمة صنعاء.